أتمنى تحضروا المقطع للنهاية. أما شايفينه قدامكم ده واحد من المتابعين، والزول ده مقيم طبعا في العمارات. فقبل أسبوع تقريبا كان راسلني في الانستغرام، وهو من الناس المتأثر باللغة الإنجليزية شديد، فقام راسلني باللغة الإنجليزية. وأنا على حسب خدت الفكرة بتاعت إنه في الانستغرام في احتيال وفي حاجات كثيرة بتحصل، ابتزاز إلكتروني وكده. في البداية أنا يعني قلت الزول ده بكون من الناس المحتالين وكده، فاتعاملت معه بحذر شديد. قلت له يا أخي أنت واحد محتال، لأنه هو كتب لي باللغة الإنجليزية أنا جاي باريس بعد كم يوم وده رقمي لما نجي حيتواصل معك. فأنا قلت له لا أنت زول محتال، وأنا بخصوص الكلام ده حقوم أعمل لي مقطع عشان على الأقل أنبه المتابع. فكان حصل سوء تفاهم، والزول لا قام عمل لي رسالة كده، يعني رسالة طويلة وحكى لي بالحاسب، وقام اداني شنو، حذرتني طبعا. حذرني بلغتك طوالي. نعم، لكن انا بعد ما قال لك كيف محتال؟ لا والله، لا والله. بعد ما عمل لي بلوك ورسل لي رسالة، انا جيت شفت الرسالة. بعد ما قريت الرسالة عرفت انه صاحب الجد الزول ده السوداني. والله وكان اتعصفت شديد، يعني كان اتعصفت شديد، وقدر ما حاولت ما اقدر اتواصل معه لانه هو عمل لي بلوك. فجا باريس قبل يومين عمل لي رسالة يا أخي، قال لي يا أخي أنا ما كنت زول محتال ولا أي شيء، أنا زول من المتابعين، واتمنيت لما نجي هنا ألاقي. والحمد لله اليوم اتلاقينا، والله من الصباح يا أخي بجد، يعني قضينا يوم جميل. هو ممكن هو ممكن محتال؟ لقيتني محتال؟ لا والله يا أخي، لا والله، حصل سوء تفاهم، وأنا حسي قدام الناس ده بعتذر لك على الكلام ده حصل. لا يا أخي بالعكس. والله لازم، وبجد يعني أما أنا زول جميل شديد، وفي نفس اللحظة أنت والله زول ظريف. شكرا جزيلا مستر فتيل أسلم أو ابننا أنور. أنا فعلا من المتابعين للمحتوى الجميل بتاعك في الفيسبوك، في الانستغرام، في التيك توك. شكرا. وكنت فعلا يعني متمني إنه لما نجي باريس أقابلك وأتعرف عليك. نعم. الواحد بيفتخر بالشباب السودانيين اللي زيك، الناجحين المكافحين اللي واقفين على رجلينهم وكونوا نفسهم ويشرفوا، يعني يشرفونا احنا في كسودانيين في اوروبا هنا. كنت متمني اجي اتعرف عليك واسعد بلقياك، بس طبعا حصل سوء التفاهم. انت افتكرت انه انا فرو زي ما قلت لك، لكن يعني زي ما الناس دي ما هيعرفوا فرو، لكن هو المحتال بالانجليزيه فرو، صح؟ فرود. اوكي فرود. لكن يعني زي ما بقولوا باللغه الانجليزيه يعني it went wrong for the better. فاليوم الحمد لله يعني تعرفنا على بعض وقضينا وقت جميل وتغدينا مع بعض في مطعم جميل هنا في باريس، وبقى بيننا عيش وملح. والله شكرا جزيلا بالمعرفة، وان شاء الله نكون على دوام التواصل. وفعلا انت المحتوى بتاعك جميل، لانه فيه انت بتعمل من متابعتي للبوست بتاعتك في الانستغرام وفي الفيسبوك، انت بتطرح بعض المحتويات في قالب فكاهي جميل يكون سهل للناس انها تفهمه. انا اشجعك كثير على الحكايه دي، وادعو كل الناس اللي بتشاهد البوست دلوقتي انهم يتابعوك، يعملوا لك فولو في الانستغرام، في الفيسبوك، في التيك توك. وانا سعيد جدا بالمعرفه. انا بفتخر به شديد كوني دي انسان يعني بمقام عضوي متابعيني في نفس اللحظه، وهو مستمتع من الشيء ده شيء جميل جدا يا اخي. شكرا لك يا اخي، وجزاكم الله خير وبركه.